نتنا عالية جدا، النت مش مستحمل. الحمد لله. ازيك يا سارة؟ الحمد لله يا جوجو، الحمد انت كله جميل. لله، انا مبسوطة قوي اني طالعة معاكي النهاردة. وانا جدا. يعني يا جماعة بصرف النظر عن اي حاجة، انا سعيدة ان انا طالعة مع جيجي بصراحة، يعني دي حاجة جميلة قوي. حبيبتي. واللي اسعد ان انا طيب هبقى معاكي في الورشة اكيد. اكيد ان شاء الله باذن الله يكون كده في حاجات جميله هنعملها مع بعض، بس زي ما قلت ان احنا ايه، عايزين حتى هنا على اللايف الناس تستفيد باذن الله اذا كانوا هيتفرجوا عليه دلوقتي او مسجل. اولا كده ايه، ممكن تعرفينا بيكي وبعد كده ندخل على القيم. انا اسمي جيلان مصطفى فوزي، بشتغل لايف كوتش وسيرتيفايد ترينر، عايشة في الامارات. والحمد لله بفضل الله درست تخصصات كتير جدا. من اكتر التخصصات القريبة لقلبي happiness and emotional fitness coach و resilience coach. والحمد لله certified relationship coach و life path coach. بس اكتر حاجة بحبها كوتش المرونة والصلابة النفسية. بس كفاية كده. حلوه قوي، كلنا محتاجينها دي بصراحه. انت عارفه انا بحتاجك دايما. طيب ربنا يزيدك علم يا رب وينفعك بيه وينفع ناس كتيره بالعلم اللي عندك يا رب. طيب بصي يا جيجي، دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه أهمية القيم، يعني ايه أهمية ان انا اعرف القيم بتاعتي هتفيدني في ايه في حياتي. او مبدئيا لو احنا عايزين على طول. نعرف ايه هي القيمة اساسا من اولها كده قبل ما نعرف اهميتها، هي عبارة عن مجموعة المبادئ والمقاييس والمؤشرات اللي بقدر أتحكم من خلالها وأسيطر من خلالها على أفكاري أو معتقداتي أو توجهاتي في الحياة. هي بتكون عبارة عن جزء من هويتي. يعني لو احنا حبينا نمثل أو نشبه إن كل إنسان فينا ليه هوية، الهوية دي بتبقى عبارة عن مجموعة قطع زي لعبة البازل. فلما بيبقى انا مفتقده جزء من هويتي، ببقى نتيجه ان في قطعه من البازل انا مش عارفاها. ومن اهم قطع البازل دي عشان اكون هويتي وافهم انا هي ماي ايدنتيتي عباره عن ايه، هي ان انا اكتشف القيم بتاعتي. لما الحته دي بتكون مفقوده، انا بيحصل لي حاله حزن وحاله شبه ان انا لا انا فاقد الهويه بتاعتي. فهي بتبقى جزء لا يتجزأ من فهم الإنسان لنفسه. فموضوع الهوية ده موضوع عميق وكبير، بس المهم إن أنا أبتدي أفهم أول طوبة فيه، هو إن أنا أبتدي أفهم قيمي. طب هي أساسا إيه هي المشاعر اللي هتبقى غالبة عليا لو أنا مش عارف بقى هويتي، مش عارف قيمي؟ عندي حالة الفقد دي عايشة جوايا. بتجيلي كتير جدا في الجلسات الخاصة سيدات بيشتكوا لي احنا عندنا حالة ضياع، توهان، تشتت. انا مش عارف اروح فين واجي منين. انا ببقى عندي حالة لخبطة شديدة. فأول سؤال بسألها: انت عارفة قيمك ولا لا؟ انت عايشة بقيمك ولا لا؟ وفي غالب الأحوال بتكون الإجابة لا، أنا مش عارفاها. ولما بنحل المعضلة دي، المشاعر دي كلها بتروح. بتبقى عندها حالة كده إن هي قبل ما بتكون عارفة قيمها حالة من التردد في اتخاذ القرارات. طب هو هاخد القرار ده ولا القرار ده؟ ولما أخيرا بتهتدي القرار، بتبقى في الآخر بتندم عليه وبيرجع غلط. ليه؟ لأن هو مش متوافق مع القيم مع بتاعتها. القيم. بالظبط. طيب انا لو احنا قلنا دلوقتي ان كل انسان ربنا خلقه على وجه الارض جواه السيستم الخاص بيه. هو جواه، انا جوايا سيستم، كل واحد فينا جواه سيستم مختلف متناسب مع كل شخصيه فينا. السيستم دوت هو الكتالوج اللي بيمشينا في الحياه. الكتالوج ده هو القيم بتاعتنا. تخيلي، عايزاكي تخيلي معايا يا ساره، انت جايبه جهاز الكتروني في البيت جديد في الصندوق، متحمسه جدا انك تشغليه، هينفعك في بيتك، هيسهل عليكي حاجات كتيره قوي قوي. بس هو جهاز متطور، وبتفتحي الصندوق وعايزه اهو تشغليه، ما لقيتيش معاه الكتالوج. هيبقى ايه مشاعرك؟ هتحسي مش انك مستفزه عارفة اعمل جدا، بيه ايه. صح؟ هتحسي انك غضبان قوي. يعني انا بالظبط انا انا جبته ازاي؟ مش هعرف اشتغله. تخيلي نفسك بقى اللي مش عايشه عارفة اعمل حاجة. جواكي دي. هي بالظبط هي القيم. لما انا ما بقاش فاهمه نفسي اللي جوايا دي عباره عن ايه، كأن انا جوايا حاجه انا مش فاهمه الكتالوج بتاعها. فهيبقى عندك طول الوقت مشاعر غضب، مشاعر انك مستفزه، ومش عارفه ليه انا عندي المشاعر دي، لان انا مش فاهمه القيم بتاعتي اللي جوه، انا مش فاهمه السيستم اللي ربنا خلقه جوايا. فبحس بمشاعر غضب كتير قوي ومشاعر استفزاز، ومش عارفه هي جايه لي منين. طيب دلوقتي احنا لو قلنا ان انا عايزه اعرف السيستم اللي جوايا ده اشغله، ابتديت اتعرف عليه وابتديت افهمه،
ايه المشاعر اللي هتكون غالبة عليا؟ اولا لما نبقى فاهمين حلو قوي. نفسنا عندي مشاعر ارتياح بقى معظم الوقت، ابتديت افهم نفسي اكتر، هقدر اعيش مشاعر السلام الداخلي فعلا. لان انا من ضمن رسالتي في الحياة ان انا اساعد الستات ان هم يعيشوا مشاعر السلام الداخلي والاستمتاع بالحياة بالتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى. فجزء لا يتجزأ من ان الواحدة تحس بمشاعر السلام الداخلي ان هي تبتدي تفهم قيمها والسيستم اللي ربنا خلقه جواها. لما ببقى بعيدة عن السيستم ده ومش فاهماه، بيبقى عندي طول الوقت مشاعر ان انا قرفانة زهقانة ملانة. حتى الاهداف اللي في حياتي، بتلاقي ناس عندها اهداف بتحققها بصعوبة ومعاناة شديدة وطلعت روحها علشان توصل لها، وناس تانية عندها اهداف عقبال ما بتحققها بتلاقي حجم المعاناة اقل بكتير جدا من الشخص الاولاني. طب هو عمل ايه؟ وبالعكس مستمتعين. مستمتعين ومفيش مستمتعين وهم مفيش بيسوا. كلمة معاناة حتى، يعني مفيش، يعني في بعض إرهاق، تحديات، صعوبات، شوية ضغوطات، بس ما بتطلعش روح عشان تحقق أهدافها. طب إيه الفرق بين الشخص الأول والتاني؟ الشخص التاني إن هو ربط أهدافه، تحقيق أهدافه بقيمه، فبيلاقي فيه استمتاع بالظبط. في الوقت وشوية ضغوطات وبتعدي، حتى واحنا في عز الضغوطات بنبقى مبسوطين وبنضحك، صح يا سارة؟ وبنقعد صح نهيس مع صح بعض صح. على الواتساب. بالظبط ده اللي بيحصل. لان هي انا بصراحه شفتها، يعني انا بعد ما اخدت معاكي جلسه القيم وبعد ما فهمت القصه دي، انا شفتها ان هي دي مفاتيح سعاده. يعني دايما كنت فاكره، كنت متخيله ممكن ده يكون فهم خطأ عند اخرين، ان القيم دي هي اولوياتي. يعني يعني هي حتى سمعتها كتير كلمه مصفوفه القيم اللي هي الاسره، الصحه، مش عارفه ايه. لا، معرفة قيمي مش هي الأولويات بتاعت حياتي. لا، هي أنا شفتها من وجهة نظري، وصلحي لي الفكرة دي. يعني لو أنت عندك رأي تاني، هي الحاجات اللي بتبسطني دي، بالظبط. هي الحاجات اللي أنا بعيش فيها بحال الراحة، حال اللي هو أنا تمام، أنا بيس. مم. فلما ببقى عارفاها وبحطها مع أهدافي وبمشي لأهدافي من خلال القيم بتاعتي، فأنا ببقى رايحة بعمل الحاجة وأنا مبسوطة، مش وانا تعبانه. وحتى لما كنا بنعمل بنحضر لللايف ده، فالميعاد اتاخر وكان عندي ميعاد مهم قوي، ودكتور اسنان وحركات وانا كتيره عندي قوي، برد قابلنا كان انا في عزه. وجيجي عندها برد، وافنان يعني عطلناها بتاع ساعه ونص حاجه زي كده. فقلت لهم يعني انا دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض وبنحضر للايف، انا مستمتعه بالرغم ان انا في مليون الف حاجه في خلال اليوم كانت تعباني، بس وده شغل ومتاخر ومش عارفه ايه. ولكن علشان احنا بنعمله من كل واحد من باب القيمه بتاعته. انا القيمه بتاعتي ان انا عايزه اطلع اعمل تاثير وعايزه اطلع اعمل نفع. نفس الحكايه، افنان عندها قيمه معينه عايزه تنفذها او عايزه تشبعها من خلال الشغل ده. فبالرغم ان الموضوع متعب وان الموضوع بيتاجل ولكن هو ممتع. فانا بحسها ان القيم شيء ممتع انا لو متفقه معاكي فهمناها. جدا في حته ان هي مفاتيح سعاده فعلا، فعلا مفاتيح سعاده. وتحسي ان انت مثلا، هضرب لك مثال، لما نكون قاعدين كلنا مثلا، ناس قاعده كتير في قاعده، وحد من بره، يعني من برضو من اضرار، او مش من اضرار، من يعني الحاجات اللي مش ظريفه اللي ممكن الواحد يحس بيها لو هو مش عارف قيمه، ان الواحد يبقى قاعد في قاعده مثلا وحد قال حاجه من بره، ف فتلاقيني مثلا إن انا استفزيت او اتضايقت او غضبت، والباقيين كلهم قاعدين كول وبيس ومش عارف ايه، وابقى انا قاعده القعده، هو انا ليه كنت متضايقه كده والناس كلها قاعده بتضحك؟ دي علامه من صح علامات ان لما الشخص ده ممكن يكون قال حاجه خبط قيمه عليا عندك. فانا لما صح بقعد مع صح. نفسي بعديها وافكر انا ايه اللي ضايقني بالظبط، هو ايه هي القيم العليا اللي عندي. احنا بعد جلسه القيم بنكتشف ان في قيم اساسيه وقيم ثانويه. القيم الاساسيه دي الحاجات اللي انا ما اقدرش اتنازل عنها في حياتي ابدا، والحاجات اللي هي اللي بتحركني وبتدفعني ان انا ابقى النسخه الافضل من نفسي. وفي قيم ثانويه بيجي لي ظروف وحاجات ممكن شويه استغنى عنها وشويه ما اقدرش استغنى عنها، ببقى ما بحسش ان انا حياتي مهدده او ان انا عايشه في خطر لو ما نفذتش القيم الثانويه دي. بس انا بقول لك يعني مؤشرات وعلامات كده تراقبي بيه مشاعرك، ايه هي الحاجات اللي بتضايقك. فلما تلاقي حد قال حاجه من بره، انت اقعدي فكري، اقعدي مع نفسك فكري هو قال ايه، خبط ايه قيمه عليا عندي.
ان اوقات كتير جدا ما بنكونش عارفين إيه اللي ضايقني، ايه سبب ان انا متنرفزه، ايه سبب ان انا متعصبه. فلما بعرف ايه القيمه العليا اللي خبطها عندي، بيحصل لي حاله من ان انا هديت، هديت قال، بيحصل حاله هدوء ساعتها، ان انا ببتدي احط ايدي على المشكله. لو طول ما انا مش عارفه احط ايدي على المشكله، انا ليه متنرفزه، انا ليه متعصبه، انا ليه غضبانه، وتبتدي الام بقى تحط ليبل على نفسها، انا ام عصبيه، انا مش عارف ليبلز طول الوقت. انا او حتى انا جوزي عصبي، يعني انا بسمعها في الورشات اللي بعملها او اللقاءات اللي بعملها، انا جوزي عصبي. ونكتشف لما تقول لي الحوار اللي دار بينها وبين جوزها، ان هي طول الوقت قاعده بتخبط في قيم عليا عنده. يعني الراجل الغلط مش فيه هو على فكره. لا، هي في العلاقات بصراحة مهمة العلاقات ده جدا، عالم لأن في تاني. العلاقات موضوع القيم دي مهمة جدا، لأن ممكن الاثنين يبقوا فعلا كأنهم بيتكلموا لغات مختلفة لو القيم بتاعتهم مختلفة. وممكن ستيل يبقى بتهيألي يعني يفضلوا عادي القيم بتاعتهم مختلفة، ولكن كل واحد مقدر وفاهم ايه القيم بتاعت الآخر، فبيسمح له يعيشها، ما بينتقدهوش فيها. كمان انا لما ببتدي افهم القيم الطرف الاخر ده، بيقلل المشاكل بشكل غير عادي بين الاثنين المتجوزين، او بين الام واولادها، او بين الاخت واخواتها. في العلاقات المشاكل حقيقي بتقل لما ببتدي افهم القيم، لان بحس ان العيب مش فيهم هم ان هم اتنرفزوا، انا اللي دوست على زرار اتكيت له على حاجه فتعصب. فانا لما بتجنب الخطوط الحمراء دي، هو بالتالي رد فعله بيكون اهدى كتير جدا. زي مثلا هحكي لك مثال تاني، مثال يوضح اكتر انا لما مبقاش فاهمه قيمي بيحصل ايه. زي مثلا ناس في وظيفه معينه او في شغل، فبيكون ناس قاعدين على المكاتب، المدير يدخل تلاقي معظم الناس اللي قاعدين زملائي قاعدين بيمجدوا وبيمدحوا في المدير، وانت اعمالك وربنا يخليك لينا وطاقه ايه تحس. فانا ببتدي ببص لهم كده، انتوا منافقين على فكره. ايوه، ايوه. انا انا هم انا مش انا منافقين، بطلوا هي بقى. النقطة. وما بعرفش أنا أقول الكلام اللي بيقولوه ليه أنا عندي قيمة مثلا النزاهة أو الشفافية أو الوضوح عالية، هم قيمة ايوه، النزاهة والشفافية عندهم مش عالية، أو الوضوح، فبيحبوا يجملوا الكلام بطريقة أوفر، بطريقة أنا بترجمها عندي إن هو نفاق، عايزين بقى بونص أكتر من المدير، مش عارف إيه، أي حاجة زيادة. فأنا صح، صح، صح. ببقى قاعده طول الوقت وانا قاعده في المكتب، الناس اللي حواليا انا مش طايقاكم على فكره، انا مستفزه منكم جدا، وهم ما عملوليش حاجه. يعني ايوه، هم، ايوه. طب هم بيكلموا المدير، انا متضايقه انا ليه؟ لان هم بيخبطوا قيمه عليا وهم عندي. وهم ممكن يكونوا اصلا اشخاص بتحب المدح، يعني بتحب تمدح وتتمدح. ف... مم. فهم ما عملوش حاجة غلط، يعني هم بيشوفوا الحاجة الحلوة ويمجدوا فيها. فممكن يكون نواياهم كل واحد اضرب. بس انا يعني اللي انت بتحكي عليه ده كان بيحصل لي بالظبط في الشغل، اللي هو بجد يا جماعة بطلوا افوره بقى. بس هم ما فهمت بعد كده اللي هو لا، هم اشخاص بتحب تمدح وتتمدح. مم. انا بالنسبه لي زي ما انت قلتي قيمه الوضوح بالنسبه لي اللي هو لا، يعني انت كل واحد قدره، ما بتعظمه لي كده ليه؟ مم. وبيبقى فيه المصداقيه والنزاهه دي كلها من ضمن القيم. يعني هضرب لك مثال تاني، انا كنت زمان ايام ما كنت انا واخواتي نبقى قاعدين مع بعض، يعني قبل ما كل واحد فينا يروح بلد، نبقى قاعدين وعيالنا كلهم فوق رؤوس بعض كده، فبيطلعوا اللعب، يطلعوا اللعب في الأوضة، تبقى الأوضة كلها مليانة ألعاب، مفيش موضع قدم الواحد يعرف يمشي. فاحنا 4 بنات، 2 قاعدين بيتكلموا وكول ومبسوطين ومش حاسين بأي، و2 متوترين جدا، اصدقائي. أنا وأختي اللي فوقية على طول. طول ما احنا بنتكلم قاعدين متنشنين وبنلم اللعب، واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض، قاعدين بنوضب ونوضب ونعمل المخدات. طب ايه الفرق ما بين، ونقول لهم انتوا ازاي مش متضايقين مثلا، او انتوا ازاي مش حاسين ان في حاجه غريبه؟ احنا مثلا عندنا قيمه التنظيم عليا، هم قيمه التنظيم عندهم مش عليا، وده مش عيب فيهم، لا، هي عندهم قيم تانية اولويه. قوموا روقوا يا حبايبي. لا، ما عادي يا جماعه، ما الدنيا حلوه وجميله، هو انتوا مالكم في إيه؟ انا انتوا انا متعصبين انا من بتوع الدنيا حلوه في ايه، ما تسيبونا نتبسط. لا، ما انا بعد كده فهمت بقى ان انا ايه، انا عندي قيمه التنظيم عليا، بس مش هقوم انضف، مش هقوم اوضب، خليني. فبتبتدي تفهمي هو انا ليه متضايقه، ايه اسباب فعلا مضايقتي، والناس اللي حواليا هم مش باردين ولا حاجه، او هم مش متعصبين عمال على بطال، لا، هي كل الفكره انا ما خبطتش قيمه عليا عندهم، ما دوستش على الزر ده. ف صح. هي فعلا موضوع القيم ده قد ما هو بسيط، قد ما هو مؤثر جدا.
وفي حته ان احنا بقى يعني حتى مثلا زي قصه التنظيم ده، عارفه لو قلبناها على حاجه ليها علاقه بشغلنا، ممكن مثلا واحده تكون عندها قيمه التنظيم دي قيمه عليا جدا، هي هتقعد تروق وترتب المكتب وتضيع وقت كبير، او مش ضيع، هتنفق وقت كبير في تنظيم حاجات، بس هي عندها تاسك معين المفروض تعمله، بس لازم تعمل الحاجات دي كلها قبلها. فعقلها يفضل يقعد يقول لها ايه، انت بتضيعي وقت، انت بتهربي، انت مش بتشتغلي، انت مش عارفه ايه. مع ان هي لو فهمت ان هي عندها قيمه التنظيم مثلا دي قيمه عليا، هتبقى فاهمه ان هي دلوقتي مش هتعرف تنتج غير لما تلبي القيمه دي عندها، ولما تبقى قاعده في مكان بالشكل ده. مش فلما بتعرف فعلا، الواحد لما بيعرف نفسه بيرتاح مع نفسه، بيرتاح مع نفسه بقى في تحقيق اهدافه، يرتاح مع نفسه في العلاقات، يرتاح مع نفسه في، خلاص هو بيبقى مرتاح مع نفسه اولا، بيبقى فاهم هو بيعمل ايه. لكن زي ما انت قلتي، لو معناش الكتالوج هنخبط بقى في كل حاجه، اذا كان علاقات، اهداف، في علاقتنا مع نفسنا اول شيء اصلا. فعايزه اقول لكم ان شاء الله يعني هيكون في كلام موسع بالتفصيل ازاي نكتشف القيم بتاعتنا جوه ورشه 3 leaps to master your dreams. هتكون معانا كوتش الجميله انا خدت جيلان. معاكي ورشه يا وكمان ساره، وبصراحه هي ورشه اكتر من رائعه، حقيقي حقيقي استمتعت بيها جدا جدا. يعني تحسي ان هما 3 ايام، انا كان نفسي يبقوا اسبوع من كتر ما انا كنت مستمتعه بيها، وفادتني قوي في حاجات كتير، لان انا حته التخطيط عندي برضو مش متظبطه. فاليوم الثالث كان بالنسبه لي مبهر في التخطيط، سهل لي الموضوع جدا يعني. اكتر النهارده، بسطهولي، المره دي باذن الله. لا بسطهولي، لان انا الموضوع ده بالنسبه لي مش احسن حاجه. فعرفت اعمله جدا وفادني جدا في شغلي قوي يعني. فبدعوكم كلكم، يعني الورشه جامده جدا، لازم كلكم تلتحقوا بيها. وان شاء الله يعني ان شاء الله هنفيدكم كتير لان ساره كل مره بتطور من نفسها وبتطور من، ما شاء الله، الكورسات بتاعتها ما بتقدمهاش هي نفس النسخه، وبتثقلها دايما بتجاربها الخاصه. وهي ربنا يزيدها دايما معظمها كلها تجارب نجاح وشغف وحب. فبيبقى في طاقة حلوة جدا. فإن شاء الله إن إحنا لما نساعدك كمان فيها في النص، هيبقى في جروب دعم حلو قوي. أنا متوقعة إن هيبقى تحفة إن شاء الله. يا رب باذن الله. علشان كده انا سعيده جدا ان انت هتكوني معايا المره دي، مش بس ان انت بتحضري الورشه، لا، ان انت بتشاركي كمان فيها، وكمان هتكون مقدمه اوفرز للناس اللي بتشترك معانا في الجلسات بتاعتها. هيبقى في تخفيض على جلسة فانا تحديد شخصيا القيم إن شاء الله، عشان خاطر ان شاء الله، ورشة وانا 3 شخصيا leads to هاخد، master your dreams. بس خاطر عيون سارة بس. انا شخصيا عايزه اعيد الجلسه،